انا مؤمنه بالحجاب، مؤمنه بالحجاب جدا. انا يوم ما هنزل القبر هتسال على صلاه ولا حجاب يا جماعه؟ الناس كانت شايفيني شيطانة عشان بنتي محجبة وأنا لا، هو الحجاب اللي هيدخلني الجنة؟ الناس فاهمة الدين غلط. ده كان كلام الفنانة مروة عبد المنعم اللي أثارت الجدل والعديد من التساؤلات اليومين اللي فاتوا بسبب تصريحاتها الغريبة عن الحجاب والدين. عايز تعرف التفاصيل وكلام الفنانة مروة عبد المنعم؟ تابع معايا الفيديو للآخر. الفنانة مروة عبد المنعم بتقول إنها بتتعرض للتنمر بسبب عدم ارتدائها الحجاب رغم إن بنتها لبسته وهي صغيرة. وقالت مروة إن الناس هاجموها بشدة واستغربوا إزاي بنتها تتحجب وهي لسه مش محجبة. وفي تصريحات إذاعية سألت مروة: هل الحجاب هو اللي هيدخلني الجنة ولا رحمة ربنا؟ أنا مؤمنة بالحجاب رغم إني مش محجبة، ولكن هل سأدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا؟ بالصلاة ولا بالحجاب؟ وقالت كمان: يوم منزل القبر الملائكة هتسألني عن الصلاة مش الحجاب. يا جماعة الدين مش مجرد مظهر، للأسف الناس فاهمينه غلط. وقالت كمان إنها عانت من تنمر رهيب بسبب حجاب بنتها، وقالت الناس كانوا شايفين إن أنا الشيطان عشان بنتي محجبة وأنا لا. أما عن خلع بنتها الحجاب فمروة شافت إن ده كان قرار طبيعي، لأن بنتها لبست الحجاب وهي عندها 14 سنة وقت امتحانات الشهادة الإعدادية، وفعلا كانت عارفة إنه ده كان حاجة مؤقتة. في مايو اللي فات مروة عانت من أزمة صحية أدت لزيادة وزنها وظهور بقع صلع في شعرها. شاركت قصتها مع الجمهور على الفيسبوك ولقى الموضوع تعاطف كبير. طيب ايه رد علماء الدين على الكلام ده؟ الدكتور أسامة قبيل من الأزهر علق على تصريحات مروة وقال إن الحجاب فرض شرعي حسب القرآن والسنة، وقال كمان إن هناك آيات وأحاديث بتؤكد إن الحجاب جزء من تعاليم الدين، وإن الله هو اللي يعلم بمن يستحق الجنة، والحجاب مش هو العامل الوحيد، بل في أعمال تانية زي الصلاة والصيام بتأثر على مصير الإنسان. وأكد إن الله يحاسب الناس بالعدل والرحمة، ودعا النساء لاتباع تعاليم الدين والتوبة عن أي تقصير، لأن التوبة بتغفر الذنوب والله يتجاوز عن الأخطاء.